كانسيلو يقترب من سان سيرو. تفاصيل اللحظات الأخيرة بين الهلال والإنتر. تتسارع خطى نادي إنتر ميلان الإيطالي لحسم عودة النجم البرتغالي جواو كانسيلو إلى الكالتشو خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات مع نادي الهلال بلغت مراحلها النهائية بقيادة الوكيل الشهير خورخي مينديز. العرض يتمحور حول صيغة إعارة مع إمكانية تحمل الهلال لجزء كبير من راتب اللاعب لتسهيل العملية، في ظل خروج كانسيلو من حسابات المدرب الإيطالي للهلال سيموني إنزاغي. ورغم علم برشلونة بالوضع، إلا أن النادي الكتالوني لا يضع اللاعب كأولوية قصوى حاليا، مما يمهد الطريق للإنتر. رودري على رادار الملكي. ريال مدريد يخطط لضربة الصيف. بدأت ملامح خطة ريال مدريد للموسم القادم تتضح، حيث وضعت الإدارة الإسبانية النجم رودري لاعب مانشستر سيتي كهدف رئيسي لتعزيز خط الوسط. ومع دخول اللاعب موسمه الأخير مع السيتيزنز الصيف المقبل، يرى الريال فرصة مثالية للتفاوض، خاصة مع استعادة رودري لمستواه المعهود بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي. نيكو باز. رهان مدريد الرابح في الدوري الإيطالي. يبدو أن استراتيجية ريال مدريد تجاه موهبته الشاب نيكو باز قد أتت ثمارها، فبعد قرار إبقائه في صفوف كومو الإيطالي لموسم إضافي، انفجرت موهبة اللاعب ليصبح النجم الأول للفريق. إدارة الملكي تبدي رضاها التام عن تطور مستواه واكتسابه الخبرة اللازمة، مما يجعل عودته إلى سانتياغو برنابيو الصيف القادم شبه مؤكدة، وبقيمة مالية مغرية لا تتخطى 9 ملايين يورو وفق بنود العقد. سباق مع الزمن في برشلونة. يناير يحسم مصير قلب الدفاع. يعيش البيت الكتالوني حالة من الترقب قبل تاريخ 8 يناير، وهو الموعد النهائي لتحديد إمكانية تسجيل مدافع جديد. المدرب هانس فليك يصر على جلب عنصر يضيف جودة فورية للدفاع، مستفيدا من هامش الرواتب الذي يوفره غياب كريستانسن الطويل. ورغم القيود المالية، إلا أن الإدارة تدرس عدة أسماء بعناية فائقة لضمان توازن الفريق فنيا واقتصاديا قبل إغلاق نافذة التسجيل. عودة إنسانية لأراوخو. الملاعب ترحب بصخرة الأوروغواي مجددا. في لفتة نالت احترام الوسط الرياضي، عاد رونالد أراوخو لتدريبات برشلونة بعد غياب دام لأكثر من شهر لأسباب تتعلق بالصحة النفسية. النادي واللاعب تلقيا إشادات واسعة لشجاعتهما في الاعتراف بالحاجة للتوقف والاهتمام بالتوازن النفسي بعيدا عن ضغوط الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها اللاعب سابقا. عودة أراوخو لا تعد إضافة فنية فحسب، بل هي انتصار للإنسان خلف قميص الرياضي. أموريم يفرض شروطه في أولد ترافورد. لا رحيل دون بديل. وجه المدرب البرتغالي روبن أموريم رسالة واضحة لإدارة مانشستر يونايتد، مؤكدا رفضه التام للتخلي عن أي عنصر من تشكيلته الحالية، بما في ذلك المهاجم جوشوا زيركزي المطلوب في روما، ما لم يتم التعاقد مع بدلاء بنفس الكفاءة. أموريم يسعى للحفاظ على عمق القائمة لضمان المنافسة في كافة الجبهات، معطلا بذلك طموحات الأندية الراغبة في خطف نجوم الفريق في الشتاء. كواليس رحيل ماريسكا عن تشيلسي. الأزمة الطبية التي فجرت الموقف. تكشفت تفاصيل جديدة حول الرحيل المفاجئ للمدرب إنزو ماريسكا عن ستانفورد بريدجز، حيث أشارت تقارير إلى أن الصدام الحقيقي وقع بسبب تدخل الإدارة والقسم الطبي في القرارات الفنية وتحديد دقائق لعب اللاعبين. تصريحات ماريسكا حول قضائه أسوأ 42 ساعة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ليرحل المدرب المتوج بلقبين دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية رغم عقده الطويل الممتد لعام 2029. أوسيمين والبايرن. قصة الفرصة الضائعة وتفضيل جاكسون. في كواليس الصفقات، كشفت تقارير أن بايرن ميونخ فوتوا فرصة ذهبية لضم الهداف فيكتور أوسيمين قبل توجهه إلى جلطة سراي، وذلك بعد قرار المدير الرياضي ماكس إيبل بعدم حاجة الفريق لمهاجم حينها. المفارقة أن النادي البافاري عاد لاحقا ليدعم صفوفه بالمهاجم نيكولاس جاكسون من تشيلسي على سبيل الإعارة، مما أثار تساؤلات حول التخطيط الرياضي للنادي. جمال موسيالا يقترب من العودة. بشائر خير في ميونخ.
بدأ النجم الشاب جمال موسيالا مرحلة التأهيل الأخيرة في مقر تدريبات بايرن ميونخ بعد تعافيه من كسر في عظم الفضية. اللاعب يخضع حالياً لتدريبات القوة والثبات تمهيداً للانخراط في المران الجماعي. ورغم عدم تحديد موعد دقيق لمشاركته الأولى، إلا أن عودته للتدريبات بثت التفاؤل في صفوف الفريق البافاري قبل استحقاقات النصف الثاني من الموسم. ليفربول يحسم أولى صفقاته الشتوية، موهبة أنسترياوية لترميم الدفاع. أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن ليفربول حسم احتفاقه مع نادي أوستريا فيينا لضم المدافع الواعد إيفاني إندوكوي 17 عاماً. الصفقة التي تقدر ب5 ملايين يورو تأتي كخطوة استراتيجية من الريدز لتدعيم الخط الخلفي بعنصر شاب يمتلك مقومات بدنية وفنية مميزة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة القادمة. كل شيء مغفور يامو، رسالة عاطفية من مايكل أوين لصلاح. وجه أسطورة ليفربول مايكل أوين رسالة دعم قوية للنجم المصري محمد صلاح، معرباً عن افتقاد الفريق لخدماته في المواجهات الحاسمة مثل مباراة ليدز يونايتد. أوين انتقد الأصوات المطالبة ببيع صلاح أو إراحته، مؤكداً أن الملك المصري يظل اللاعب القادر على صناعة الفارق في أي لحظة، واختتم رسالته بعبارة عد سريعاً يامو فكل شيء مغفور. ليفربول يتحرك لتحصين غرافنبرغ بعقد طويل الأمد. بدأت إدارة ليفربول مفاوضات جادة مع النجم الهولندي ريان غرافنبرغ لتمديد عقده، رغم أنه ينتهي في 2028. النادي الإنجليزي يسعى لتأمين مستقبل خط وسطه وحماية اللاعب من إغراءات المنافسين، في ظل الأداء التصاعدي والمميز الذي يقدمه اللاعب تحت القيادة الفنية الحالية.